في ليلة كروية لا تنسى، عاش الجمهور المغربي واحدة من أقوى وأصعب المباريات في تاريخه الكروي، حين واجه المنتخب المغربي نظيره النيجيري في مباراة حبست الأنفاس حتى آخر لحظة، وانتهت بفوز أسود الأطلس بركلات الترجيح، في مواجهة جسدت معنى الصبر، القتال والإيمان حتى النهاية. منذ صافرة البداية كان واضحا أن المباراة لن تكون سهلة. المنتخب النيجيري دخل اللقاء بثقة كبيرة، معتمدا على قوته البدنية وسرعته في الهجمات المرتدة، بينما دخل المنتخب المغربي بروح قتالية عالية ورغبة واضحة في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التي كانت تسانده. الشوط الأول شهد حذرا من الطرفين مع بعض الفرص الخطيرة هنا وهناك. نيجيريا حاولت الضغط مبكرا، لكن الدفاع المغربي كان في الموعد، منظما ومتماسكا بقيادة لاعبين أظهروا تركيزا كبيرا. في المقابل حاول المغرب بناء اللعب بهدوء. مع بداية الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللعب وبدأت الأعصاب تلعب دورا مهما، كل هجمة كانت تشكل خطرا حقيقيا. الجمهور المغربي عاش دقائق صعبة لولا تدخلات الحارس المغربي الذي قدم أداء بطوليا وتصدى لمحاولات خطيرة بثبات كبير. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، وانتقلت المباراة إلى الأشواط الإضافية حيث ظهر الإرهاق على اللاعبين، لكن الروح القتالية لم تختفي. ومع انتهاء الأشواط الإضافية دون حسم، وصلت المباراة إلى لحظة الحسم، ركلات الترجيح. هنا توقفت القلوب. اللحظة الفارقة جاءت عندما تألق الحارس المغربي من جديد وتصدى لإحدى الركلات الحاسمة ليشعل المدرجات فرحا وجنونا. ومع تسجيل الركلة الأخيرة انفجر الفرح المغربي. هذا الفوز لم يكن مجرد تأهل، بل كان رسالة قوية تؤكد أن المنتخب المغربي قادر على مقارعة الكبار. في النهاية خرج أسود الأطلس مرفوعي الرأس، مباراة ستبقى محفورة في ذاكرة الجماهير، وفوز يضاف إلى سجل اللحظات التاريخية للكرة المغربية.